السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. يا رب الفيديو اللي فات كده يكون عجبكم وتكونوا اتبسطتوا يعني فيه وكده يعني. وشكرا على كل كلامكم الحلو وعلى تشجيعكم ليا، شكرا جدا. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن انماط التعلم. تمام. آه، وهتكلم عن يعني حاجة مهمة من أنماط التعلم اللي فادتني أنا يعني وفادتني مع ابني برضو. آه، وفي نقطة مهمة جدا، كتير مننا أصلا ما يعرفش يعني إيه أنماط تعلم. وأنماط التعلم دي لو إحنا عرفناها هتفيدنا جدا جدا مع أولادنا، وهتعرفنا كل ولد من أولادنا دول إحنا نتعامل معاه إزاي. أول حاجة في أنماط التعلم، التعلم فيه تعلم بصري وتعلم سمعي والتعلم الحركي. بصري وسمعي وحركي، التلاتة دول تلات أنماط للتعلم. يبقى في كل واحد من ولادنا بيندرج تحت نمط من الأنماط دي. وفي ولاد بيبقوا يعني ميكس كده ما بين نمطين من الأنماط دي. النمط البصري هو طفل بيعتمد في المذاكرة، يعني بيعتمد عنده في المذاكرة أو في الحفظ على البصر. يعني بالنسبة له كل ما يكون في أشكال وفي ألوان في صور في خرايط، كل الحاجات دي هتجذب انتباهه أكتر وهتساعده إن هو يعني يحفظ الصورة. فتلاقي في أولاد بنشوفهم كده حتى في حفظ القرآن يقول لك الآية دي على الصفحة اليمين، دي الآية رقم كذا في الحتة الفلانية. فده طفل بصري. وفي طفل تاني يبقى طفل سمعي، اللي احنا بنشوف اللي المدرسين بيقعدوا يعملوه من الأناشيد والأغاني والكلام ده والطبل والكلام ده كله. زي مثلا في الفيلم بتاع احمد حلمي لما قعد يطبل لها يحفظها جدول الضرب بالطبلة. في ولاد سمعية هي بتعتمد على السمع، كل ما الحاجة بالنسبة لها تبقى بتتكرر كتير ببقها كتير، ودانها بتسمعها كتير، هي بتقدر ان هي يعني تحصل اكبر قدر من المعلومات بالطريقة دي. في واحد بالنسبة له التعلم الحركي ان هو واحد بيبقى محتاج يشتغل بايده اكتر. في ولاد مثلا في القرآن، يعني انا متعودة ان احنا لما بنيجي نقعد لما بنسمع القرآن بنقعد كده قدام المعلم او المعلمة مربعين ايدينا ومربعين رجلينا وقاعدين مؤدبين كده شاطرين نقعد نسمع القرآن. في ولاد هي طبيعتها حركية اصلا، ما يقدرش يسمع القرآن بالطريقة دي، هو لازم يتحرك. الولد ده عشان خاطر تقدري تحفظيه القرآن بيحفظ وهو رايح وهو جاي كده. آه بس ده لازم نعمل له أنشطة. الأنشطة دي تساعده في فكرة زي ان مثلا آه ان هو يلون الحاجة. زي مثلا اقول له ارسم الحاجة، اكتبها. لو مثلا نفترض مثلا بيذاكر في الساينس، فهو بالنسبه له لازم يقوم بحاجه حركيه بايده. ان هو مثلا نفترض هناخد الجهاز الهضمي، فهقول له ارسم لي الجهاز الهضمي. فلما يرسم الجهاز الهضمي يشاور لي على كل جزء ده ايه بالظبط وبيعمل ايه. فهنا هو حرك ايديه وشاف بعينه وهيقدر ان هو يعني يخرج لي ساعتها المعلومات من عقله. بيدخلها بقى لعقله من خلال ان هو يشتغل بايديه الاتنين في الكتابة في الرسم في الكلام ده كله. ومش في الكتابة ان هو يقعد يحفظ بالكتابة، لان الكتابة هي طريقة اخراج مش ادخال المعلومات. ممكن لما ابقى عايز اسمع اقعد اسمع بالكتابة لان هي طريقة لاخراج المعلومات اللي في مخي، مش عشان ادخلها. هو بقى يدخلها بالتلوين بالرسم باي حاجه، بان هو مثلا بيمسك يعني في انا من ضمن انا يعني وانا في الجامعه كنت بعمل الكلام ده. اني انا ونفترض الكتاب مثلا اهو، اقعد امشي كده مثلا بالقلم اخطط، والكلمه اللي عايزه مثلا اخليها كلمه مفتاحيه تلاقيني عامله عليها دايره كده وكور. فتلاقيني لما يعني لما اجي اذاكر مثلا ذاكرت وجايه اراجع، فبعد ما اخلص محدش يقدر ياخد من ورايا كتاب. ليه؟ الكتب ما بتتشافش، محدش شايف ايه اللي مكتوب من كتر الكلام يعني متشخبط عليه. ده بالنسبة لتالت نوع من انواع التعلم، هو التعلم الحركي. من الادوات المهمة جدا جدا اللي
انا قستها على الثلاث مستويات، نفعت جدا جدا مع الولاد. الخرائط الذهنيه. الخرائط الذهنيه دي هي عباره عن كده اداه مرئيه، يعني خريطه بتتعمل بشكل معين. هبقى احط لكم صوره ليها هنا لو افتكرت يعني. هي بتساعد ان الاطفال بتقدر ان هي تنظم المعلومات، وبتربط الافكار بشكل يعني بشكل بصري. بالنسبه للولاد البصريه، هي بتخليهم يعني يقدروا ان هم يستذكروا المعلومات بسهوله، بتنظم لهم المعلومات في دماغهم، بتربط لهم الافكار بشكل كويس جدا. بتخلي كمان هي بتناسب طبعا جميع انماط التعلم المختلفه. يعني لو عندك طفل بصري، طفل سمعي، طفل حركي، هي بتناسب التلاتة، بس كل واحد فيهم هيستخدمها بشكل مختلف عن التاني نهائي. الطفل البصري انتي هتعمليها، هي طبعا بتعتمد يعني على الالوان. عبارة عن ان احنا بنكتب، يعني انا هقول لكم هي بتتعمل ازاي النقطة اللي جاية. بس بالنسبة للاطفال البصرية هيستخدموها ان هي يبقى فيها الوان، وتحطي فيها صور واشكال، وتمام بالوان مختلفة وصور مختلفة. فبالنسبة للطفل البصري هي هتشد انتباهه كويس قوي قوي. هو هيحفظ شكل الخريطة دي، فلما يجي يكتب، ولو الخريطة دي مثلا انت حاطاها تفاصيل لدرس، فهو لما هيجي له سؤال هو هيقعد يفتكر التشبيكات دي ويفتكر منها المعلومة اللي هو عايزها. فالطفل البصري هي هتشده بفكرة الألوان والصور والأشكال اللي هتبقى موجودة. طيب بالنسبة للطفل السمعي، الطفل السمعي ده لازم واحنا بنعملها باجي يعني بقعده جنبي، واقعد اقول ونتناقش، واقول انا بكتب ايه وبعمل ايه، يعني انا اشوف الحاجات في الافكار اللي احنا بنكتبها دي وبصوت عالي. ليه؟ عشان ده هيعزز عنده فكرة الفهم والاستيعاب. طالما اتقالت له بالبق واحنا بنعملها، هو يعني فهو برضو شايف، واهم حاجة عنده شغالة اللي هي سمعه شغال. فهتلاقيه يعني اثرت معاه وفادته في الحتة دي. بالنسبة بقى للولاد الحركيين دول، احسن حاجة ليهم ان احنا بنجيب نموذج ونخليهم يقعدوا يعملوا زيه، يعني هو اللي يرسمها لي وانا اساعده، خد اللون ده اعمل بيه. فهو في حركة اهي هو بيعملها تمام، وبنكتب عليها، فانا بشغل له ايديه في الكتابة وفي الالوان وفي لزق الصور، فبرسخ عنده المعلومات في الذاكرة بتاعته كويسة جدا جدا جدا. النقطة اللي انا عايزة، معلش انا نسيت اقولها في الجزء اللي قبل كده، الطفل ما بيبقاش بنمط تعلم واحد. في اطفال بتخلط اكثر من نمط. يعني انا عندي مثلا انا سمعي حركي، يعني انا سوري انا بصري حركي. عيني تشوف الالوان وانا اعملها، فانا بصري حركي. ابني عندي بصري حركي. جوزي عندي سمعي حركي. فممكن حد يخلط فيه، واحد يبقى بصري سمعي هي قدامه وهو بيقول، فهي لزقت في دماغه. فكل واحد ليه الطريقة اللي بيعرف يتعلم بيها بالشكل الأفضل. هل أنا البصري والحركي عندي بنفس الكفاءة؟ لأ، البصري عندي أعلى. يعني أنا مثلا بصرية بنسبة 80% وحركية بنسبة 20%. لا مثلا ابني عندي حركي بنسبة 40% وبصري عندي بنسبة 60%. جوزي مثلا بصري حركي سوري بصري سمعي برضو بنسب. فكل واحد فينا بنسبة. حتى احنا الكبار، مش عشان احنا كبار فخلاص مش بنتصنف، لا بنتصنف برضو. فمهم جدا جدا ان انت تعرفي ابنك ايه نوع النمط التعلم بتاعه، وتستغلي الخرايط الذهنية دي بشكل عامل ازاي. طيب ازاي بقى هتساعدنا اصلا الخرائط دي في المذاكرة؟ ماشي انت بتقولي احنا نعمل ونعمل ونعمل، بس هي في المذاكرة هتساعدنا ازاي؟ اولا هي هتسهل على الولاد ان هم يفهموا المعلومات ويربطوا العلاقات اللي ما بين المفاهيم المختلفة اللي بتبقى موجودة، خاصة الولاد الكبار اللي مثلا لسه داخلين جريد 4، بيبقى مثلا عندهم سي ساينس حاجات كتيرة وكبيرة. كل ما درس هاخده اعمل له الخريطة الذهنية بتاعته هتفيده كويس قوي، ان هو هيربط العلاقات اللي ما بين الحاجات دي من بين بعضها ومن بين المفاهيم المختلفة اللي هتقابله. كمان هي هتحسن له الذاكرة من خلال الصور والالوان والحاجات اللي هو هيشوفها، اللي هي الروابط البصرية اللي احنا بنقول عليها دي. هتساعده في ان هو هيفتكر المعلومات اولا بطريقة اسهل بكتير. ثانيا هيفضل فاكرها لفترة طويلة، يعني مش سهل ان هو ينساها.
كمان الولاد اللي عندها مشاكل في التركيز، وولادنا بسم الله ما شاء الله الله اكبر اللي هم العسل، كلهم بلا استثناء عندهم مشكله في التركيز بسبب المشتتات والموبايلات والجيمز اللي موجوده دلوقتي. فهي هتزود له فكره ان هو يقدر التركيز بتاعه ان هو يعلى. فهي بتخلي عمليه المذاكره بالنسبه للولاد هي متعه وفعالة اكتر، يعني فيها حركة وتلوين وصور وبتاع، فبالنسبة له هي مغامرة اكتر من ان احنا اقعد ذاكر وتلاقيه الخرطوم والشبشب جنب بعض. فالفكرة دي بتخلي ان هو بيقدر يزود التركيز، لان هو منتبه مع الالوان، منتبه مع الصور، مع الحاجات اللي احنا بنلزقها، مع الاشكال اللي موجودة. فبتبقى بالنسبة له ايه متعة كده، وبتبقى فعالة اكتر. وكمان بتفيد حاجة كويسة جدا جدا، تحسين الفهم. يعني بيخلي الولاد الفهم بتاع الحاجة بيبقى سهل، لان هو شايف قدامه حاجات معلومات متربطة ببعضها، فبالنسبة له بتبقى اسهل جدا جدا في الفهم وفي الاستذكار كمان ان هو يقدر يفتكرها. الخرائط الذهنية بتتعمل بشكل بسيط جدا، ان انتي بتختاري موضوع معين اللي انتوا هتذاكروه، بتجيبي كده في نص الورقة تكتبي الفكرة الرئيسية. صورة هحطها لكم هنا اهو بنفس الشكل ده، بتحطي الفكرة الرئيسية في النص وبتطلعي منها خطوط كده من الفكرة الرئيسية، بتضيفي عليها الأفكار الفرعية. بتستخدمي بقى على الأفكار الفرعية دي صور بتعمليها، طبعا ده لازم هي بألوان. تستخدمي بقى صور، أشكال تعمليها انتي بإيدك، ترسميها صور، تلزقيها عشان تخليها أكتر جاذبية للولاد. حلوة بقى جدا جدا في فكرة المراجعة. على فكرة أنا بستخدمها في القرآن، عاملة معانا شغل جميل جدا 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 فوق ما انتوا تتخيلوا يعني. فبتبقى سهله جدا في المراجعه، لاني انا ببقى عاملاها له مثلا زي الصوره او الدرس في ورقه، فهو بيبص في الورقه بياخد دي الفكره الرئيسيه، بيطلع منها 1 2 3. والكلب ده مثلا، ولنفترض عندهم مثلا في الساينس كان البطريق، فمثلا البطريق ده وده بيعيش في الحته الفلانيه. فانا بكتب مثلا البطريق واحط مثلا طالع منه تلج، وطالع منه موضوع رجلين ان هي ما بتبقاش ساقعه والكلام ده كله. فبحط كده افكار، فهو مجرد ما بيشوف اللي في النص وبيطلع منها الفروع، فبيمسك الورقه اللي انت عامله فيها الدرس بيبص عليها 5 دقايق، بتبقى المراجعه سهله وسريعه وبسيطه وخلاص، وهو فاهم. بتعزز عنده ايه فكره ان هو يعني يفتكر او يراجع بسهوله. فطبعا مع المراجعه بانتظام بتبقى بالنسبه للولاد الحاجه سهله جدا. النقطة اللي أنا بقى دي حاجات أنا لمستها من واقع تجربتي في فكرة الخرائط الذهنية يعني. أولا فكرة الشخصنة. يعني إيه الشخصنة؟ يعني هي بتخلي أنا لما بخليه إن هو يختار هو، واحنا بنعملها هو بيختار الفرع ده اللي هنطلعه بلون ازرق، ده هنطلعه بلون اصفر، ده هنطلعه بلون اخضر. فبتعزز عنده شخصيته شوية، ان هو بيبقى له الحاجة بتاعتي دي بتاعتي، انا عاملها بالواني انا، برسوماتي انا، بالحاجة اللي انا عاملها. لو في رسمة اخليه هو اللي يرسمها، ففي الوان هنختارها هو اللي يختارها، في ستيكر هنلزقه هو اللي يلزقه، في صورة هنلزقها هو اللي يلزقها. فبتخلي عنده فكرة ان عارفين احنا دلوقتي لما بنقول البيوت كلها بقت شبه بعضها لان محدش عنده ذوق، وكلنا بنقلد بعض وبقينا كوبيهات من بعض. حتى لما تنزلي تنزلي كده تشوفي اللبس تلاقي كل البنات لابسه شبه بعضها. تلاقي فين بقى لما تلاقي واحده مستايله الحاجه بشكل مختلف بيعبر عنها هي وعن شخصيتها هي او عن شخصيتها هي. فالحته دي بقت بتبقى موجوده، ان هو بيبقى خلاص قادر يعمل البصمه بتاعته هو، البصمه بتاعته هو في مذاكرته، البصمه بتاعته هو في لبسه، البصمه بتاعته هو في اي حاجه هو بيعملها بيبقى ليه البصمه بتاعته هو. فدي مهمة جدا. طبعا لما بيبقوا مثلا في كذا طفل او خاصة لو احنا بنعملها في حاجة زي القرآن كده، بيبقوا كلهم قاعدين فبتعلموا فكرة التعاون. تمام، ان كل واحد بيعمل حاجة، فاحنا كلنا تعاوننا في الخريطة الذهنية دي وعملناها يعني كلنا مع بعض، فبتساعدهم ان هما فعليا يبقى فيه فكرة التعاون ما بينهم وما بين بعض. وفي النهاية، في نهاية الفيديو أحب أقول لكم كلمة صغيرة جدا، إن فعلا الخرائط الذهنية هي أداة قوية جدا جدا بتساعد سواء الأطفال أو الكبار في إن هما مبدئيا بيحسنوا، بالنسبة للأطفال بيحسنوا مهاراتهم في الدراسة، وفي إن هو يستذكروا دروسهم من خلال الطرق المرئية والفعالة وبيقدروا ينظموا بيها المعلومات. بالنسبة لنا إحنا الكبار
بتساعدنا جدا جدا، خاصة الناس اللي بتنسى بسهولة، بتساعدها جدا 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 فوق ما انت تتخيله، في فكرة ان هي تقدر آه تقدر ان هي يعني تفتكر الحاجات القرآن مثلا، السورة بتفتكر كام آية دول بيتكلموا عن فكرة ايه، فبنفتكر الآيات بسهولة والأفكار بسهولة، وبتساعدنا جدا جدا في حفظ القرآن، لأن بجد من الحاجات اللي بتاخد مننا مجهود هو حفظ القرآن واحنا كبار. بس كده، وده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. معلش هي الفيديوهات طويله شويه، بس يا رب يكون الفيديو عجبكم وفاتكم. اشوفكم في فيديو جاي تاني قريب. اقول لكم السلام عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.